تفتكر ايه فايدة شهادات الألماس؟ وليه دايما بتكلم عليها واقعد اقول لك الشهادة الشهادة الشهادة؟ تعال احكي لك حدوتة شهادات الألماس. الأول قبل ما احكي لك قصة شهادات الألماس لازم تعرف هي الشهادة دي بتعمل ايه وايه اللي موجود فيها. الشهادة دي فيها كل تفاصيل الحجر بتاعك، بمعنى أصح شهادة الميلاد بتاعته. وتعالى اضرب لك مثل، لو جبنا شهادة لأي حجر من شركة GIA هتلاقي أول حاجة مكتوب الريبورت نمبر، وده الرقم اللي موجود في الشهادة، لازم هتلاقيه مطبوع في الحجر بليزر كات، بيبقى موجود على الجردل بتاع الحجر. تقدر تبص عليها من خلال الميكروسكوب وتتأكد ان الرقم ده هو رقم الشهادة دي، وتقدر تخش على موقع GIA تعرف كل تفاصيل الشهادة من الرقم بس. وبيبقى موجود بعديه الكاتنج ستايل بتاع الحجر، يعني ده راوند ولا بير ولا ماركيز، ايا كان شكل الحجر هتلاقيه مكتوب في الشهادة. وبعد كده هتلاقي الفورسيز بتاعت الحجر ده، وطبعا انت اكيد عارف ايه هم، اللي هم الكارت والكالر والكلاريتي والكات، واحنا عشان كده بنسميهم فورسيز عشان اول حروف منهم بتبتدي بحرف السي. طب نيجي بقى للسؤال المهم، هي ليه الشهادة دي مهمة؟ الشهادة دي بتضمن لك ان الحجر اللي انت دفعت فيه فلوس هو المواصفات اللي احنا قلناها لك، وهو الحجر اللي انت استلمته. بمعنى اصح انا ممكن اديك حجر واقول لك ده كلر اف، ايه اللي ياكد لك كلامي؟ مجرد ان انا بقول لك ان هو اف، وانت مش خبير الماظ ومش هتعرف تشوف باللوب وتعرف الفرق بين الكالرز. طب ايه اللي يضمن ده؟ في شركات عالميه كبيره هي اللي بتضمن ده، هي اللي حاطه الستاندرز والمعايير. وعلى فكره الفور سيز دي اللي احنا ماشيين عليها وكل الشركات ماشيه عليها، اللي عملها في الاول هي شركه GIA، وانا شخصيا واخد كورس من شركه GIA نفسهم في الموضوع ده. احنا قعدنا ندرس الفور سيز وندرس الحجاره تحت الميكروسكوب. احنا كنا بنعمل الشهاده اللي انت بتشوفها دي، كانوا بيجيبوا لنا الحجاره، وعشان تنجح اصلا لازم اعمل شهاده للحجر زي بالظبط اللي طالعه من GIA، والا مش هيدونا الشهاده بتاعتنا. وعلى فكره انا مش بتكلم على GIA ان هي بس اللي موجوده عندنا او هي بس اللي موجوده، هو في GIA وفي HRD وفي شركات تانية كتير، بس انا بتكلم على اكتر اتنين مشهورين ومعتمدين عندنا في مصر. GIA تعتبر امريكي وHRD اوروبي، الاتنين ما بيشهدوش زي بعض، في فرق ما بينهم. في الاخر انت ضامن اللي انت بتشتريه ده مواصفاته كذا، مش اي حد بيقول لك والسلام. ولو خدت بالك احنا الفتره الاخيره بقينا بنشهد القطعه نفسها عندنا، يعني لو بتشتري اسوره او بتشتري خاتم بتاخد الشهاده بتاعته من شركه HRD، وموجود فيها صوره القطعه نفسها، سواء كانت خاتم، كوليه، انسيال، توينز، ايا كان، وهم اللي بياكدوا لك ان الحجاره اللي راكبه دي مواصفاتها كذا. يعني مش انا اجي اقول لك انا حاطط كلر جي ولا كلر اتش ولا كلر اف، في شهاده بتقول لك الكلر اللي موجود للحجاره ايه والكلاريتي بتاعها ايه، وكل تفاصيل هتلاقيها موجوده في الشهاده، حتى وزن الذهب هتلاقيه موجود في الشهاده. وطبعا اكيد لما تبقى انت شاري حجر متشهد او قطعه متشهده وتيجي تبيعها بعد كده، انت ضامن فاليو القطعه بتاعتك. اي حد هيشتريها منك من غير ما يخاف، مش هيقول لك دي مواصفاتها لا ده اصلي، ده حجر بايظ، ده مش عارف ايه، مش هتلاقي اي حاجه خالص. لو القطعه بجد سليمه زي ما انت اشتريتها، مفيش حجر واقع، مفيش حجر مكسور، هتاخد اعلى سعر فيها. ومش بس عندنا في مصر، ده انت لو شاري حجر نص قيراط او قيراط تقدر تبيعه في اي حته في العالم كله، مش بس عندنا في مصر. يعني لو شاريه من السعوديه تقدر تبيعه في السعوديه، تقدر تبيعه في الامارات، تقدر تبيعه في مصر، تقدر تبيعه في امريكا، في اي مكان انت عايزه. وعشان كده انا بقول ان في فرق ما بين الشهاده وفاتوره المحل اللي انت بتاخدها، وفي فرق بين انت تشتري حجر مقفول وحجر مفتوح. واحنا قصدنا هنا حجر مقفول يعني ليه شهاده، مفتوح يعني ملوش شهاده، يعني انا بس اللي بقول لك معاييره ايه، وساعتها في الحاله دي بتاخد شهاده من المحل اللي انت شاري منه، مش شهاده معتمده دوليا تقدر تبيع الحجر بتاعك في اي حته. وبس كده يا سيدي، دي كانت قصه شهادات الالماظ واهميتها، وليه لازم تاخدها، وليه لازم تشتري حجر مقفول مش حجر مفتوح، وايه الميزه اللي موجوده عندنا في مجوهرات الطويل ان انت بتشتري القطعه بالشهاده بتاعتها، مش بس قطعة عادية. وبس كده يا سيدي، انت بقى بعد ما سمعت الكلام ده هتشتري بشهادة ولا من غير شهادة؟